حياكم الله من جديد في يا هلا. ضج المشهد المحلي أمس بمقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الإعلامية السعودية منيرة المشخص في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، وهي تقدم مداخلة جريئة تنتقد فيها عمل هيئة مكافحة الفساد. لكن نقطة الإثارة لم تكن هنا فقط، وإنما في انقطاع صوتها أثناء المداخلة. هذا الانقطاع بعث كثيرا من التكهنات بين أن يكونوا أسكتوها لصراحتها وبين أن يكون حدث خلل عادي، قبل أن يظهر فيديو جديد يثبت أن الصوت لم ينقطع وأن الإشكالية كانت في تصوير الفيديو نفسه لا أكثر. الفيديو كاملا دون انقطاع على شاشة يا هلا. استاذ طلعت عطنا فرصة نتكلم لأن الوضع لا الله يرضى عليك. استاذ طلعت لا تقاطعني لأني بتكلم. طيب. موضوع سيول عسير وجدة، وزير التعليم وزير البلدية والقروية للأسف الشديد يفترض أنهم يكونون موجودين الآن. المتحدثين لهذه الوزارتين للأسف ساكتين. ما تكلم الوزير متحدث التعليم يتحدث أنه لم يتم إعفاء مدير تعليم بس هذا مو موضوع. خليني أتكلم موضوع طيب. فساد المشاريع. يفترض النزاهة تضع كما وضع حساب المواطن يضع حساب المسؤولين. بيتم كشف الفساد بالأسماء. طيب. وزارة الداخلية تكشف الأسماء الإرهابيين. يفترض أن يكون هناك أيضا أسماء بأسماء الفاسدين بالأسماء وليس بالإشارات فقط. الإعلام، دكتور أحمد أنت تتكلم الآن تهاجم الإعلام. عندما كنت نائب رئيس تحرير والأستاذ عبد الوهاب الفايز، عندما كنتم رؤساء تحرير للأسف الشديد لم يمكن أن ينشر لأي جهة قطاع حكومي أو خاص عن فسادها، لأنها ترمي الجزرة في هذه الوسيلة الإعلامية بالإعلانات، لذا لا نستطيع مهاجمته ونحن نعلم. عفوا أستاذ طلعت، لو كان ابن أحد المسؤولين هو من توفى مساء أمس في سيول عسير، طيب. أنا متأكدة أنه سوف يتم الإعفاء، لكن سأقول مقولة إحسان عبد الرضا: أحد يقدر يقول للوزير لا. شكرا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلي في الاستديو الإعلامية منيرة المشخص، والله يستر. منيرة، أول شيء مبروك زيادة متابعينك بعد الحدث، وثانيا وش اللي صار بالضبط؟ شكرا روتانا يا هلا، وشكرا لك مفرح. أول مرة نلتقي بعد هالفترة الطويلة وانبسطت لك. وشكرا على مزيادة المتابعين، يعني والله ينفع بتكون شاهد لي لا شاهد علي إن شاء الله. طبعا يعني حتى أنت ذكرت في البداية أنه تسجيل فيديو، لا، حتى التسجيل فيديو اللي انتشر تسجيل جوال، إما أنه مقطع فيديو عن طريق الجوال. يعني هو لأن البعض فهم أنه والله حتى تسجيل النزاهة هو اللي خلل فيه. هو ما صار خلل نهائيا. احنا ما ندري وش غاية اللي سجل، لأنه لو تلاحظون أنه قطع المداخلة الأخيرة اللي كان كلامي شوية عادي، يعني مو النص، يمكن إثارة يمكن، لكن النزاهة والحق يقال ما عمرها يعني انتهجت هالنهج ولا العلاقات. أنا لي سنوات طويلة معاهم من أيام رئيس النزاهة الأول الدكتور محمد الشريف، والآن مع الأستاذ خادم حيسن. بالعكس يعني لو أنا كنت يعني عملية المداخلات متاحة للجميع، لو كان في مقطع الصوت أكيد راح يلتفتون. لو شفت المقطع أنه لو كان في انقطاع الصوت اللي أمامي أكيد راح يلتفتون، صوتي انقطع. فرح أنا ما راح أسكت. أنا حتى لو قطع راح أقول أنهم قطعوه في لحظة المداخلة. إذا أنا كنت طول الوقت أقول للأستاذ طلعت خليني أكمل، وهذه يعني أنا أعتذر له أني كنت أتكلم، لكن أنه أنا أتكلم من لوعة أب فقد ابنه. يعني الموضوع كله كانت عملية مصادفة غريبة من اللي نشر المقطع. الانتشار الغريب انه مقطوع، وانا اضطريت انه يعني حتى نزاهة ارسلت لي المقطع على طول، رغم انهم عادة هم مؤتمرات منزلينها بعد اسبوع، لكن لما بدا الموضوع يعني ياخذ منحى اخر حتى من خارج المملكة جتني مكالمات وجتني اتصالات، يعني الوضع صار غريب بالمرة. انا ما فكرت عن إثارة ولا فكرت. احنا نتبع نهج ملك الحزم والعزم في محاربة الفساد، في كشف مطالبة بكشف الفساد. فأول ما وصلني المقطع على طول أرسلته في الواتساب اللي عندي، وأيضا في تويتر، في الانستغرام، في الفيسبوك، في كل مكان، على أساس أنه فعلا نزاهة اسم على مسمى ما عمرها نهائيا. والدليل على ذلك أنه ثاني يوم أنا دخلت
وسويت مداخلة يمكن أجرأ من اللي قبلها. فهي العملية ما أدري. وعلشان هذه المداخلة اللي أجرى أبى أسألك، تشوفين أنه حكاية الصوت اللي صارت كانت في صالح المداخلة أكثر؟ يمكن لو ما صار انقطاع ما حد سمع هالمداخلة ولا انتشرت؟ ممكن، وكانت في صالح أيضا أنهم تعرفوا على مؤتمر نزاهة وعلى أبرز ما طرح فيه، وعرف نزاهة أو عرف عن المؤتمر يمكن أكثر وأكثر. يمكن اللي تابع المؤتمر ودخل في حساب نزاهة أكثر بكثير من اللي تابعوا المؤتمر ودخلوا في حسابه أثناء انعقاده. فهو يمكن رمية من غير رامي. يمكن توقعتي اللي صار؟ وحتى الآن ماني متصورة، وأقول لكم إياها. يعني على فكرة من بين الكلام اللي وصلني أنه أنا اللي مسوي الحركة هذه علشان أسوي شو. 16 سنة وأسوي شو، يعني 16 سنة إعلام، يعني صعب جدا أني أفكر في هالموضوع لأنه لا من صالحي، وهذه سمعة المملكة. يعني هذه مؤسسة نزاهة أنشئت بأمر ملكي، بقرار ملكي مجلس الوزراء. كيف أنا أفكر أني أبحث عن الإثارة بهذه الطريقة؟ ما فكرتها من قبل حتى الآن. فبصراحة لحد الآن ما أثناء المداخلة طالبتي بحساب اسمه حساب المسؤول، يعني مثل ما سووا حساب المواطن. نعم. وش فكرتك من هالموضوع؟ لا أنا ما قلت المواطن ثاني يوم أنا طالبتها. أنا المواطن في مداخلة اللي ثاني يوم أنا قلت يكون في مثل ما إحنا في حساب المواطن تكشف الملاءة المالية للي راح يدخلون في حساب المواطن. طالبت أنه يكون في ملاءة مالية للمسؤولين تطبيقا مع النهج النبوي. من أين لك هذا؟ ملاءة مالية للمسؤول قبل وبعد توليه المنصب، يكون فيه في كشف. لا أنت في الفيديو هذا المنتشر قلت إنه لازم في حساب اسمه حساب المواطن. نعم حساب المواطن هذا اليوم ومن بكرة أيضا. أيوة فعلا أنا ذكرت أنه يكون في حساب المواطن أسماء المسؤولين أي نعم أرصدتهم المالية بشكل عام، مسؤولين في قطاع خاص وقطاع حكومي. احنا ما ننزه الجميع ولا نقول كلهم ملائكة ولا كلهم شياطين، لكن أنا أتكلم بشكل عام أنه يكون في أسماء مفسدين بالتشهير، وأيضا الأموال. يعني أتذكر أنه كان فيه إبراء ذمة صندوق، يعني كان فيه موجود سابق، لكن أنا ما أدري وش صار عليه. يعني إبراء الذمة في ناس فعلا أصحاب ذممهم وأدخلوا. بنشوف وش صار على الحساب وقضايا أكثر من خلال المداخلة، ولكن أستأذنك أنه ناخذ فاصل ونرجع فاصل ومكملين مع منيرة المشخص. أهلا بكم من جديد. حديثنا في هلا ما زال مستمر مع الإعلامية السعودية منيرة المشخص حول مقطع نزاهة ومقطع الفيديو. منيرة، طالبتي بكشف أسماء المفسدين، وهذه مطالبة موجودة كثيرة في الإعلام. إلى أي حد أنت مؤمنة أنه كشف أسماء المفسدين سيحد من الفساد عندنا؟ لأنه عملية أنه لما يجي واحد ويذكر اسمه ضمن قائمة فساد، مو فساد بسيط، فساد كبير قضى على مستقبل بلد وقضى على مستقبل أسرة، يعني هذه راح تكون ردع للآخرين. يعني لما بعضهم قالوا أنت ليش طلبتي هالشيء، أنت نسيتي أنه عندنا في المجتمع. طب الإرهابيين، يعني الإرهابي لما يطلع اسمه ترى هذه مو هينة، تهمة مو هينة. أنا أعتبره إرهابي حتى هذا فاسد البلد. المفسد فاسد. وتشوفين إنه المقارنة بين الإرهابي والمفسد منطقية؟ طبعا حتى يمكن أخطر على فكرة. يمكن هذا المفسدين هو من نتائج الإرهاب من السكوت عن المفسدين. خلينا نتكلم بصراحة نفرح إنه مشاريع بالمليارات ترجع الدولة الله يعزها وبتبني هالمشاريع اللي أفسدها المفسد بمليارات أخرى. ماتوا ناس. الجندي اللي كان على الحد الجنوبي كان يحمينا بعد الله، جاء علشان يفرح الأولاد وكان قلقان في وقت المطر في عسير. ثاني يوم دفن ولده. هذه نقول له كلمة شكرا له. الأب اللي كان يشيل بنته على ظهرها، يعني هل هذا منظر؟ يعني احنا ما نتمنى نهائيا ان اي احد من المسؤولين يصيبه سوء، لكن لا يمكن انه يكون الفاسد يردع الا لما يذكر اسم الرؤوس الكبيره، الشركات، قطاعات خاصه، تعليم، طب. طيب وش اللي يمنع نزاهه من ذكر اسمائهم؟ نزاهه انا سالت مع الاستاذ خادم محيسن خلال يعني لقائي معه بحكم عملي في الاعلام هالسؤال، وظهر في وسائل الاعلام عشان ما يقولوا اني تقولت عليه. قال احنا ما عندنا حتى الان هالصلاحيه، وانا اتمنى الان، وهذه رساله حملتها من الجميع، انه ولي الامر يوجه انه تمنح نزاهه
الصلاحية بأنها تكشف الأسماء. إحنا ما نبغى تطلع مليارات، الكشف عن سرقة مليارات في شركة الكهرباء، أو الأسبوع الجاي راح يعلنون عن مليارات. إحنا ما نبغى أسماء. من هو هذا الشخص؟ من هو الشخص اللي سبب كارثة جدة وعسير والشرقية؟ أسماء للأسف الشديد لا زالت تتضخم أموالها. لو طبقنا من أين لك هذا، لو جينا فعلا مبدأ النبوي تعال نحاسبك هالمليارات اللي دخلت في حسابك من وين؟ مستحيل. انت راتبك كذا كذا، انت مكاسب الشركات هذه معروفة مكاسبها، شركة ضخمة جدا جدا تبني جامعات، يعني منظر الجامعة اللي صارت تشيل السيول بالشيول، هل هذه جامعة خرجت وزراء عندنا احنا؟ فساد مشاريع، غير المدارس والشوارع، غير المدارس، غير الأمم اللي راحت، المدرسة اللي كانت تغرق أمامنا، يا الله يعني منظر أقسم بالله شيء يعني فعلا يبكي يقهر. لما تكلمنا احنا في مؤتمر نزاهة، احنا ما تكلمنا بحث عن الشو، ما تكلمنا انه والله كاعلام، احنا تكلمنا انه يوم من الايام راح نسال. علشان كذا احنا نقول للمسؤولين حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. احنا محاسبين كاعلاميين على الكلمه اللي بنكتبها. طيب منيرة، أنا أعرف أنه ما هي أول مرة تتكلمي بهذه الجرأة لنزاهة. نعم. وغيرك إعلاميين كثير يتكلموا. نعم. والصدى أو النتيجة ما زالت يعني غير واضحة. تحسين بإحباط في هالموضوع؟ لا أبدا أبدا أبدا، عمري ما حسيت بإحباط. ولا أقول لك شيء، في عهد الملك سلمان صدرت قرارات جدا احنا كانت مفاجأة. الشعب لما كان يطالب بإقالة فلان وفلان، أحد المسؤولين كان الملك سلمان ما يقيله والله علشان سواد عيوني، لا، لأن هذا المسؤول أخطأ وأقاله وعاقبه وظهر. كنا يوم من الأيام ما كنا متصورين تم تنفيذ حكم شرع الله في أسماء معروفة، إحنا ما كنا منتظر. فالقضية بالنسبة لنا الملك سلمان قال أعينوني، وقبل الملك عبد الله ملوك هالبلد ما بنوا هذه البلد أن علشان والله طيب إحنا نكون طيب معهم. منيرة، الوقت خلص معي للأسف. يعني أبطلب منك في الأخير توجهي للكاميرا وتقولي كلمة أخيرة للفساد، وأوعدك ما راح ينقطع الصوت فيها. لا عاد الإعلام إن شاء الله عندنا إحنا، أنا مو الفساد إحنا اللي أنشأنا. أنا أقول يعني جميعنا لو اتقينا الله في المال اللي إحنا ناكله، دائما نقول اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. يعني مفروض أن كل واحد فاسد يفكر أنه يوم من الأيام لما يقول واحد وعزتي، يعني يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأحيانا تكون في أعظم ما يملك هذا الفاسد، يكون في يشوفه في نفسه في أبنائه. الله صار يعطي العقوبة في الأبناء، ما يعطيها في نفسه عشان يشوفها. فأنا بس بقول كلمة أنه متابعيني قال واحد لا تخذلينا، ونقول إحنا لا نخذل هالوطن، والله هذا الوطن غالي علينا وغالي أكثر مما تتصورون. وفيه ناس أو دول تتمنى انه يشوفون هالوطن ينهار. فاحنا لا نكون احنا معول هدم هالوطن، بالعكس احنا نكون أداة بناء. بانه اتمنى من خادم الحرمين ومن اولياء الامور منح نزاهة اللي اود توجه لها بصراحه بالشكر المعالي وللعلاقات الصلاحيات بكشف الاسماء، لأنه إذا كشفت الأسماء راح ينصلح البلاد بإذن الله تعالى. الإعلامية، خليني أقول إعلامية محاربة الفساد، منيرة المشخص، شكرا جزيلا لحضورك وتوضيحك في حالة. شكرا جزيلا. شكرا لك منيرة. تقول إحنا لا نخذل هالوطن، وهذا الوطن هو أكبر وأقدس وأجمل من كل فساد. فاصل ومكملين في حالة.